الفيست قطعة أساسية، قطعة جوكر. أنا ندى your person stylist. النهاردة هنشوف إزاي أقدر ألبس فيست. مبدئيا الفيست ده قطعة حقيقي جوكر، يعني بعرف ألبسه على أي حاجة وبيمشي مع أي حاجة، المهم إنه أختار الطول بتاعه مناسب عليا. طيب الفيست كمان بنعتبره القطعة الثالثة، لما يكون لابسين قطعتين وعايز أظبط الطقم بتاعي من غير ما أفكر يبقى هروح للفيست على طول. الفيست الناس كتير فاهمة إنه لأ، أصل أنا الفيست لازم يبقى حاجة فورمال كده شوية وأبقى بلبسه على حاجات معينة. لأ خالص، الفيست لو هو قصير شوية أنا ممكن ألبسه على جيب. الجيب دي ممكن تكون واسعة، ممكن تكون تشيل، ممكن تكون بليسيه. الفيست ده ممكن يكون جينز، ممكن يكون جبردين، ممكن يكون كروشيه. على فكرة موضة جدا الكروشيه السنة دي، هعمل لكم حلقة عن الكروشيه. الفيست لو طويل يبقى أنا عايزة أغطي منطقة الأرداف والجناب، بس برضو أخلي بالي إن أنا الخامة بتاعة القطن اللي بتبقى خفيفة ليكرة شوية، نخلي بالنا إنه الفيست لو طول قوي وعدى منطقة الأرداف والقماشة بتاعته ليكرة يبقى هيعمل لي ديفو. يبقى أنا لو هطول الفيست يستحسن إن أنا ما اختارش قماشة فيها ليكرة. لو أنا الفيست بتاعي قصير يبقى هيمشي مع جيبات وفساتين. الفيست بتاعي طويل يبقى هو هيمشي مع البنطلونات أكتر. ده مش معناها لما ألبس فيست طويل أقول أنا هلبس بنطلون ضيق، لا، أنا البنطلون بتاعي مظبوط ومقاسه مظبوط عليا والخامة مظبوطة، الفيست بيجي بيكمل. الفيست عنده ميزة إن هو بيرفع جدا الجسم، لأن هو بيغطي المنطقة بتاعة الجناب من كل ناحية، فاللي بيحصل إن أنا ببان في النص بس. كمان أنا ممكن أعمل تريك بالألوان. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ألبس مونوكروماتيك لوك من تحت، ألبس التوب نفس لون البنطلون ويبقى الفيست لونه مختلف. كده أنا اديت لنفسي شكلي إنه هيبان أطول، وبعدين جه الفيست باللون التاني. ممكن كمان الفيست يبقى درجة من درجات اللي أنا لابساه، يبقى درجة شوية مختلفة. حافظت شوية على المونوكروماتيك لوك علشان برضو أحافظ على التوازن بتاع الطقم، وده هيديني كل ما بعملش كونتراست في الألوان كل ما ده بيديني رفع وطول. كل ما بقسم الجسم لون فوق ولون تحت كل ما ده بيديني شوية قصر وشوية بيعرضني أكتر. لو أنا جسم الهرم المقلوب يبقى أخلي بالي إن الفيست بتاعي ما يبقاش فيه جيوب، ما يبقاش عريض قوي من هنا عشان ما يدينيش عرض زيادة في منطقة الكتف، ما يبقاش عندي جيوب على منطقة الصدر، بالعكس تبقى الخامة خفيفة ويبقى مسحوب أكتر. وطبعا أحسن حاجة إنه يبقى فيه، ما يبقاش كول عريضة. الكولر عريضة هتنفع مع الجسم الكمثرى، لأنه هي عندي مساحة إن أنا أعرض شوية من فوق، فلو الكول بتاعتي كبرت يبقى أنا أستعمله للجسم الكمثرى. لو أنا عريضة شوية من عند منطقة الجناب أو الأرداف بلاش الفيست يبقى فيه جيوب ويبقى منفوخ قوي علشان ما يدينيش وزن زيادة.